تخيلي كده تكوني خلاص هتتجوزي بعد كام يوم وحضرتي كل حاجة لجوازك ولفرحك، وتكتشفي ان خطيبك بيخونك وعارف واحدة تانية عليكي، ولما تيجي تواجهيه بيبجع. اهو ده بالظبط اللي حصل مع بطلتنا، بس لقت العوض بسرعة. غني وسيم وأحسن من خطيبها مليون مرة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ. بيبدأ المسلسل بميري وهي بتقدم على شغل في شركة علشان محتاجة فلوس جدا وحالتها صعبة، بس الناس اللي في الشركة هناك بيبدأوا يضايقوها ويقولوا لها كلام مش كويس يعني، فساعتها بتدافع عن نفسها قدامهم ومش بتسمح لهم انهم يتخطوا الحدود معاها، وبتسيبهم وبتمشي مع انها كانت محتاجة الشغل ده جدا. وبنعرف كمان ان ميري خلاص هتتجوز قريب، وبتحضر التذاكر لشهر العسل وكل حاجة، وراحت تجيب الخواتم بتاعة الجواز بتاعتهم، وبتبعت لخطيبها وبتسأله هيخلص شغله امتى. وبنعرف بقى ان خطيبها الزفت دوت طلع بيخونها مع واحدة كده معاه في الشغل بتاعه، وبيرد عليها ساعتها ويقول لها ان هو في اجتماع، وهي يا عيني زي العبيطة بتصدقه وبتقول يا عيني ده بقاله فترة مشغول في الشغل بتاعه وربنا يعينه. بالليل بقى وميري في شقتها علشان تجهز حاجتهم اللي هي شقتها بتاعة الجواز يعني، بتكون بتكلم مامتها وهي بتكلمها بتدوس على حاجة في الأرض وبتعورها، وبعد ما بتقفل مع مامتها علشان تشوف ايه اللي داست عليه ده بتلاقيه حلق. بس الغريبة بقى ان الحلق ده مش بتاعها، طلع الحيوان خطيبها كان جايب البنت دي عندهم في البيت، يعني كمان جايبها في البيت اللي هيتجوزوا فيه. ولما بتبص على السرير بتلاقي خصلة شعر البنت، ويعني باين انها طويلة يعني مش لراجل، فبتتصدم اكتر. وتاني يوم بقى وهي قاعدة مع خطيبها في كافيه وعمال يكلمها عن نفسه وقد ايه هو جميل ومش عارفة ايه، وباين اصلا على شخصيته من الاول ان هو بارد. بتسأله اذا كان بيخونها، طبعا بيقعد يضحك ويقول لها ايه الكلام العبيط اللي انتي بتقوليه دوت، اخونك ايه، انا اقدر بس ابص لحد تاني. فساعتها بتواجهه بالحلق اللي لقيته، فبيطف كل اللي كان بيشربه والكافيه كله بيتفرج عليهم حرفيا. بتسأله الحلق ده بتاع مين، وبتطلع له صورة بنت اسمها جيني معاه في الشغل وبتكون لابسة نفس الحلق ده. فساعتها بيتصدم قوي وبيقول لها اصل كان في ناس معايا في الشغل واحنا في الرحله كانوا عاوزين يشوفوا بيتي. فبتقول له اذا كان المدير بتاعك في الوقت دوت كان في رحله مع ولاده بيفسحهم، ومساعد المدير برضو كان مسافر، وما كانش في اي حد غير جيني، يعني الاسبوع اللي انت طلعته رحله مع مديرك في الشغل وكل الناس دوت كان مع جيني بس. فساعتها بيقرر يعترف لها ان هو فعلا خانها مع البنت اللي اسمها جيني دي، بس بيقول لها انها كانت مجرد نزوه وان هي اكيد مش هتبوظ جوازتهم علشان حاجه زي ديت. وبيقول لها تخيلي تبقي مطلقه من غير ما نعمل فرح اصلا. فبتفكر فعلا في كلامه شويه، بس ساعتها بيجيله رساله، والرساله دي بتكون من جيني برضو، وبيكون ما كانتش نزوه ولا حاجه، وان هو بيضحك عليها برضو علشان يسكتها وخلاص. ساعتها بتطلب منه ان هي تشوف موبايله، بس هو مش بيرضى يديهولها، وبيحصل خناقه بينهم في الكافيه، وبيرمي الموبايل بتاعه على الارض وبيكسره، وهي اما جت تجيبه راح دايس على ايدها بالغلط. فساعتها كل الناس اللي في الكافيه بقوا شايفين ان هو مجنون وان هو اللي غلطان طبعا، بس هو بيحاول يطمن عليها ويقول لها ان ما كانش قصده يعمل كده. فساعتها بتبدأ تعيط وتقول له ايه اللي انت مش قصدك بالظبط، ازاي يعني تجيب واحدة تانية في شقتي واحنا خلاص هنتجوز كمان كام يوم، وبتخوني معاها وبتقولي دي نزوة يا بجح. وبتقول له التاريخ من ساعة ما دخلت الشغل الجديد بقالك 7 شهور متغير معايا، وكل شوية اجتماعات لا سفر، مش بيعرف يرد عليها. فبتقوم علشان تسيبه وتمشي، بس قبل ما بتمشي بترمي القهوة على وشه، والصراحة احسن ويستاهلها بجدارة. نيجي بقى بعد كده لبطلنا القمر وهو راكب طيارة وراجع على كوريا، وبيكون في ست قاعدة جنبه كده عجوزة. بعدها بشوية المضيفة بتيجي وبيكون معاها راجل كده بيقوله ان هو عاوز يبدل معاه كرسي علشان يقعد جنب مامته، لان هو حجز الطيارة بس كرسي مامته طلع بعيد عنه، بس البطل مش بيرضى. بيطلع ان هو قبل ما كان يركب الطيارة الراجل ده كان بيتكلم في الموبايل قدامه، وكان عمال يقول ان هو عاوز يمضي مامته علشان تبيع الارض يعني وبيستغلها، فعلشان كده هو مركبوش جنبها وحذر مامته منه. وبعد ما بينزل من الطيارة بيكلم جدته بيعرفها انه جا كوريا اخيرا، وبيقول لها تسيبه يستمتع بوقته شوية لانه كده كده هيشتغل معاها لما يجي. ففعلا بتوافق وبيقضي وقت حلو جدا طول الفترة اللي كان اخذها اجازة دي، ومن مكان لمكان وبيستمتع بيهم كلهم. بنيجي بعد كده لميري وخطيبها كيم، وهم خلاص راحوا المحكمة واتطلقوا لانهم كانوا سجلوا جوازهم يعني، بس لسه ما عملوش فرح. فكيم بيقول لها ان هم سجلوا جوازهم علشان مامتها تقدر تدفع الوديعة بتاعة السكن. بعد كده كيم بيسألها اذا كانت قالت لمامتها على موضوع انفصالهم ده، فبتقول له انها لسه ما قالت لهاش، يعني هتروح تقول لها ان بنتها اتطلقت قبل حتى ما تعمل فرح، يعني صعبان عليها مامتها. وبتقول له انها قالت لمامتها بس انهم اجلوا الفرح بسبب ان انت مشغول في شغلك، وبتقول له ان هي هتفضي الشقة لانهم كده كده انفصلوا. فبيقول لها دي حاجة كويسة كده ديونك هتبقى اقل،
واضح ان انفصالنا بقى كويس يعني، واضح انه بارد يعني وما عندوش دم الصراحة. بعد كده بيجيله مكالمة وبيكون واضح ان جيني اللي مكلماه وانه مسابهاش ولا حاجة، وكمان مسافرين مع بعض يصيفوا. وساعتها بيقول لها ان هو بيتمنى لها ان هي تعيش حياة كويسة بعد ما انفصلوا، وبيقول لها دوري على حد كويس بعد يعني، وان اللي بينسي الحب هو حب جديد. بيسيبها وبيجري علشان يلحق جيني. وبنشوف بعد كده ماري وهي رايحة مكان علشان تلعب فيه، وبتبدأ تفتكر ذكرياتها مع كيم وبتقعد تعيط لانها كانت بتحبه قوي. نيجي بعد كده للبطل واللي بيكون خلص اجازته خلاص وماشي، وساعتها الست اللي كان قاعد عندها في الفندق بتديله عيش كده وبيعجبه طعم العيش ده قوي، وبيقول لها انا كمان هجيب لك عيش المرة الجاية، لان عيلته اصلا بيطلع عندها افضل واشهر مخبز في كوريا كلها. بنيجي بعد كده لميري وهي قاعدة في بيتها وبتكون عاوزة تسلم ورقة طلاقها. بعد كده بتلاقي الجرس ضرب، ولما بتروح علشان تشوف مين بتلاقي ظابط وبيقول لها ان هي اتنصب عليها، وان اللي باعلها الشقة ديت اصلا مش هو صاحب الشقة الحقيقي، وانها لازم تخرج منها. وساعتها بتتصل على كيم علشان تطلب منه المساعدة لان قريبه يبقى وكيل نيابة او حاجة زي كده يعني، وبتقول له ان هي خسرت 300 مليون في البيت ده، فهي مش عارفة هتعمل ايه وعليها قرض لسه لحد دلوقتي. فبسبب حبيبته جيني الجديدة ديت اللي بتقعد تتسهوك عليه بيزعق لميري ويقول لها ما تكلموش تاني، وان هم خلاص انفصلوا فهو هيعمل لها ايه تاني يعني، وان هي لو اتصلت عليه بعد كده مش هيرد عليها، وبتكون مش عارفة تعمل ايه لان ما عندهاش غيره تكلمه. وبعد كده بتروح تشرب وبيكون صعبان قوي عليها نفسها اللي حصل لها ده. مامتها بتتصل عليها بس برضه مش بتقدر تقول لها ان هي انفصلت عن كيم، فبتطمنها عليها وبس. في نفس الوقت ده البطل بيكون عاوز يروح لمكان معين بس مش عارف يمشي لانه هو اصلا ما كانش عايش في كوريا وكان ماشي مع الGPS. في نفس الوقت اللي هو ماشي فيه ماري بتبقى ماشية وشاربة ومش عارفة تمشي اصلا، فبتخبط في العربية بتاعته وبتقع. فساعتها بيتخض قوي وبينزل علشان يطمن عليها، فبيسألها اذا كانت كويسة، فبتقوله ان هي كويسة وان هي مش محتاجة تروح مستشفى ولا حاجة، فبيديها رقمه علشان لما تزور دكتور لو فيها حاجة تقوله يعني، وهو مستعد يعوضها. وبيطلع اسمه نفس اسم خطيبها القديم اللي هو كيم ووجو، فبتتصدم قوي وبتبدأ تضربه لانها بتفتكره خطيبها القديم، وبتقول له انت ما بتردش على مكالمتي ليه، وبتطلب منه فلوس كمان. بيفتكر قصدها يديها فلوس علشان خبطها، فبيسألها عايزة كام بالظبط، فبتصدمه وبتقول له عايزة 100 مليون يا حرامي، دي فلوس ماما. فطبعا ما بيكونش فاهم حاجة وبيجري منها عشان يركب في العربية لانه بيفتكرها مجنونة، بس هي بتجري وراه وبتركب في العربية وبيفضل يحاول ينزلها من العربية لحد فعلا ما بيعرف، وبيقول لها لو ما بطلتيش تصرفاتك دي انا هتصل بالبوليس. وبعدها بتنط على ظهره وبتقول له انها مش هتسيبه، والشارع كله بيبقى بيتفرج عليهم ومفكرها مجنونة. بعدها بينزلها وبتقع على نبات صبار بتقعد عليه، وبتبدأ تعيط وتحكي له كل همومها اللي كانت عندها الايام اللي فاتت دي، وبيسألها إذا كانت كويسة بس مش عشان همومها، علشان نبات الصبار اللي هي قعدت فوقه ده. ولما بتاخد بالها بتبدأ تصوت وبيقومها وبياخدها للمستشفى علشان يشيلوا لها الشوك بتاع الصبار اللي دخل فيها، وفعلا الدكتورة بتبدأ تشيله لها. بعد كده بنعرف إن الدكتورة اللي شالت لها الشوك اللي هي اسمها جين ديت تعرف البطل أصلا، وإن باباها كمان الدكتور بتاع جدته، وبتسأله إذا كانت البنت ديت هي حبيبته، فبيقول لها إنها مستحيل تكون حبيبته يعني أكيد، وإن هي مجرد شخص شارب شافه في الشارع، وان هي خبطت في عربيته يعني فمضطر يجيبها هنا عشان ما ينفعش يسيبها. وبيبان على جين دي ان هي معجبة بيه وبتطلب منه ان هو يعزمها على قهوة، ففعلا بيكون هيعزمها بس بيشوف ماري وهي ماشية تحت وبيكون باين عليها مش قادرة تمشي وما عملتش الاشعة اللي هو قال لها عليها، فبيقول لجين ان هو مش هيعرف يعزمها دلوقتي وبينزل لماري وبياخدها معاه في العربية علشان يوصلها، بس بتكون قاعدة غريبة كده شوية بسبب ان هي قعدت فوق صبار يعني فمش هتقدر تقعد عادي. وبعد فترة من المشي بتحس ان هي دايخة، فبتقول له يوقف العربية شوية وبينزلوا قدام نهر الهان وبيقعدوا مع بعض يتكلموا، وبتقول له ان اليوم بتاعها ما كانش احسن حاجة وان هي حاسة ان الدنيا بتديها اشارة وحاجات غريبة كده، فبطنها فجأة بتروح عاملة صوت ان هي جعانة، فبيقول لها واضح ان الدنيا بتديكي اشارة انك جعانة يعني وعاوزاني اكلك، فبتتحرج قوي. بعد كده بيوصلها للبيت. بنيجي بعد كده الشركة بتعمل جوائز لاي 2 متجوزين جداد ياخدوا شقة ببلاش، وبتكون الشركة دي بيكسبوا ناس بالقصد، اسامي هم اللي مختارينها مش ناس عشوائي بجد. وبيجي يوم المسابقة وبيكونوا محضرين اسم فعلا علشان يختاروه، بس الراجل
الراجل لما بيجي يختار الورقة بتقع منه وهو بيكون يعني تانيها من فوق، وبيتصدم قوي انها وقعت منه، وبيبدأ يدور عليها بس لازم يلاقيها بسرعة، فبيلاقي ورقة متنية وبيفتكرها هي الورقة دي، بس لما بيطلعها بتطلع ورقة حد تاني خالص. وبنعرف ان ميري قبل ما تنفصل عن خطيبها قدمت في المسابقة ديت من شهرين كده، وبيكون اللي كسب هي ميري، وفعلا بيجيلها اتصال ان هي كسبت، فبتتبسط قوي انها كسبت، بس مش بتكون عارفة تعمل ايه في موضوع جوازها ده، وان هي اتطلقت، والمسابقة ديت لازم يكون ليها شروط معينة، وانها تكون متجوزة وما عندهاش بيت، وكمان مرتبها قليل. ببساطة بتكون لسه اصلا مسلمتش ورق ان هي اتطلقت يعني، فبتكون قانونيا هي متجوزة، وبتجيب لهم الادلة اللي بتثبت ان هي محققة كل شروط المسابقة، وبتقول لهم ان جوزها مسافر فمش هيقدر يحضر، بس الراجل بيقول لها ان لازم جوزها يكون موجود علشان لازم يكونوا هما الاتنين حاضرين لما يجوا يستلموا الجايزة، فبتكون مش عارفة تعمل ايه، خصوصا ان هي لما اتصلت على خطيبها كيم ما ردش عليها، بس بتفتكر ان كيم اللي خبطها بالعربية اللي هو هنسميه جو يعني علشان ما نتلخبطش، اسمه نفس اسم خطيبها القديم بالظبط، فبتروح تقابله علشان تطلب منه ان هم يدخلوا المسابقة دي مع بعض وياخدوا البيت، وبتعرض عليه ان هو يتجوزها. وبكده الحلقة بتكون خلصت. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله هنزل لكم الحلقة التانية بكرة.